على مدار يومين احتضنت قاعة المحاضرات الكبرى بجامعة العربي بالمهيدي بأم البواقي فعاليات الملتقى الدولي الموسوم بتحديات الاقتصاد الجزائري مطلع الألفية الثالثة، الرقمنة والاقتصاد الموازي، بمشاركة دولية من عدة جامعات على غرار الجامعة الروسية، الأردنية، الليبية، التونسية والسودانية، إلى جانب مشاركة فعالة من الجامعات الجزائرية. أكثر تفاصيل أفادنا بها رئيس الملتقى الدكتور شوقي جباري. رئيس ملتقى تحديات الاقتصاد الجزائري مع مطلع الألفية الثالثة، الرقمنة والاقتصاد الموازي من كلية العلوم الاقتصادية جامعة العربي بالمهيدي. هذا الملتقى يعد من الملتقيات الهامة والتي إشكاليتها تعد حديثة لأنها تتحدث عن تنظيم الاقتصاد، تنظيم النسيج الاقتصادي بحيث تخفيض حجم الاقتصاد الموازي ودمجه بالاقتصاد الرسمي. حتى يتحقق هذا الأمر نحن نحتاج إلى رقمنة الكثير من الأجهزة سواء الخدماتية أو البنوك أو المؤسسات الخدمات المالية حتى نتمكن من تطوير الاقتصاد وجعله يسير في جانب الاقتصاد الحقيقي. في سبيل ذلك عد الباحثون كثير من الأوراق البحثية ما يعادل 125 ورقة بحثية في هذا الملتقى، وشاهد مشاركة للعديد من الدول عن بعد السودان وليبيا، أما حضوريا تونس وروسيا والأردن. تقريبا 30 جامعة بين مركز جامعي وجامعة. هذا الملتقى قد لقى صدى واسعا بين أطراف كل المختصين المهتمين بهذا الموضوع وهذه التحديات المتعلقة بالاقتصاد الجزائري. ولقد تميز الملتقى بمداخلات ومحاضرات قيمة ألقاها المشاركون على مسامع الحضور على غرار الدكتور رجال سعدي من جامعة أم البواقي، الدكتور ديمتري غلادييف من روسيا، والدكتور عمر ياسين خضيرات من الأردن. الفكرة الأولى جلية أن هناك معضلة وتتمثل في وجود اقتصاد موازي أرهقت كاهل الاقتصاد الوطني ومن خلاله الخيرين في السلطة وأصحاب القرار. هذا يتطلب منا أيضا كباحثين ومختصين وضع التعريفات المحددة والدقيقة لظاهرة الاقتصاد الخفي والموازي بكل مسمياتها. وإلى جانب المحاضرات والمداخلات فقد تخللت فعاليات هذا الملتقى عدة ورشات أطرها أساتذة مختصون في المجال الاقتصادي والذكاء الاصطناعي، هذا ليختتم كالعادة بالتكريمات لا سيما ضيوف الجزائر القادمين من الأردن، ليبيا، تونس وروسيا. التغطية لعائشة زغدار.